بصراحة أنا دلوقتي عندي 25 سنة وحاسس إني كنت عندي 20 من كام يوم بس. واللي يخوف بجد ال5 سنين دول طاروا بسرعة جدا، واللي اكتشفته إن العشرينات مش سنين تجربة وخلاص، دي الأساس. العادات اللي هتبنيها دلوقتي في الفلوس، في صحتك، في عقلك، هتفضل مأثرة عليك في التلاتينات والأربعينات وبعدين كمان. وعشان كده في الفيديو ده هشارك معاكم 7 خطوات بسيطة ساعدتني أركز في العشرينات، وهتخليك تبقى سابق بخطوات لو بدأت دلوقتي قبل ما تبقى جزء منك. bad habits. الخطوة الأولى: اقص. مش كل العادات الوحشة بتبان إنها مدمرة. قعدتك بالساعات على السوشيال ميديا، الشرب كل ويك إند، أو تضيع وقتك في حاجات تافهة بيبانوا عادي، لكن الحقيقة إنهم بيسرقوا منك سنين من عمرك. ابدأ بحاجة صغيرة، اختار عادة وحشة واحدة بس الشهر ده واستبدلها بحاجة بتفيدك. التغيير البسيط بيكبر مع الوقت. الخطوة التانية: اتقن الحاجات المملة. معظم الناس بتكسل من الأساسيات زي الميزانية، تسديد الديون، التوفير، الاستثمار. أنا مش بكسب فلوس زي صحابي بس عشان مركز في الحاجات دي وضعي المالي أحسن منهم. الفكرة مش تبقى غني، الفكرة تبقى عندك اختيارات في المستقبل. ابدأ بالبساطة، حتى لو بتحط 2500 جنيه في الشهر في استثمار، كده كفاية تخليك سابق ناس كتير. الخطوة الثالثة: ركز على المهارات مش الوجاهة. انسى السعي ورا اللقب أو المنصب. العشرينات معمولة عشان تكدس مهارات. اتعلم تكتب كويس، تتواصل صح، تبيع، تدير وقتك، أو تتعلم مهارات تقنية. اللقب هيروح لكن المهارات بتفضل معاك. الخطوة الرابعة: راقب دائرة صحابك. الصحاب هما اللي بيحددوا طريقك. لو كل اللي حواليك كسلانين أو بيضيعوا وقتهم، طبيعي هتعمل زيهم. أنا مش بقول تقطع علاقتك بالناس، بس خليك واعي. قرب من اللي بيطوروا نفسهم أو ركز على نفسك لو محدش حواليك زيك. الخطوة الخامسة: ابني خط أساس لصحتك. مش لازم تبقى أرنولد شوارزنيجر، بس لازم يبقى عندك طاقة. اتحرك كل يوم حتى لو مشي نص ساعة. قلل الأكل الجاهز، زود أكلا طبيعيا. نام كويس، لأن الصحة لو وقعت كل حاجة تانية بتنهار. الخطوة السادسة: الروتين بلس العزلة. قوة خارقة. العشرينات مليانة دوشة وتشتيت، لكن الروتين بيديك دفع والعزلة بتديك وضوح. اعمل روتين صباحي، خطط لأسبوعك، وخصص وقت تشتغل فيه بتركيز. ما تسيبش أيامك تعدي عشوائي. الخطوة السابعة: ابني حاجة تخصك. دي أهم خطوة. لازم يكون عندك حاجة ملكك أنت، براند، مشروع جانبي، صفحة أونلاين، أي حاجة. حتى لو مش بتكسب دلوقتي بتديك ثقة وخبرة وإثبات شغل. ابدأ ساعة في الأسبوع بس ابدأ. الختمة: العشرينات مش وقت ضايع، العشرينات هي أرض التدريب لحياتك كلها. قصر مع الملهيات، ابني الأساس. فكر في نفسك اللي في المستقبل، لأنك يا هتشكر العشريناتي بتاعك يا هتندم إنك ما أخدتش الموضوع بجدية. وقول لي في الكومنتات إيه عادة أو مهارة أو مشروع هتبدأ تركز عليه من الشهر ده.